بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين يا جماعة نتكلم يعني ايه رمضان. رمضان يعني فرصة ان انت تنجح في اختبار الدنيا بالامتياز. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، في كل ليلة عتقاء. رمضان يعني ان انت تبلغ اعلى الدرجات، ان انت تبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افرأيت ان انا شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واديت الصلوات المكتوبات واديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمت فممن انا؟ قال: من الصديقين والشهداء. تبقى في الرفيق الاعلى في عليين. يعني ايه رمضان؟ يعني ان انت صحيفة الاعمال اللي انت خايف منها، السيئات، انها تبقى بيضاء، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ايه رمضان؟ يعني ان انت ترزق ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني ان انت تبقى عندك رصيد حسنات عمرك ما كنت تفكر ان انت تعرف توصل له. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اعمار امتي ما بين 60 و70، والواحد يعني بيكلف مثلا لغايه سن 15 سنه، يعني حياته كلها بتبقى 45 سنه 55 سنه في العباده. فتصور لو هو ان ما بقاش كده، ده بقت اكتر من كده بكتير، اكتر من 83 سنه. هو ده رمضان، رصيد حسنات انت عمرك ما كنت تتصور ان انت توصل له. عشان كده رمضان لازم يبقى شيء مختلف، عشان كده لازم يبقى يوم صومك ليس كيوم فطرك. عشان كده انت لازم في رمضان تبقى شيء جديد، تيجي مع بعض نحط ايدينا في ايدين بعض ونبتدي نتغير. هو ده رمضان.